الدرس الثاني دراسات الاجتماعية، الصف الرابع الابتدائي الترم الأول. المصادر الأولية والمصادر الثانوية. قناة السويس شريان الاقتصاد العالمي. تعد قناة السويس أهم ممر ملاحي عالمي يربط ما بين البحر الأحمر والبحر المتوسط. في عام 1869 في حفل أسطوري دعا إليه ملوك العالم، وبفضل القناة احتلت مصر دورا رئيسيا في التجارة الدولية، وازداد هذا الدور أهمية بعد حفر قناة السويس الجديدة عام 2015. وفكرة حفر قناة تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط كان حلما راود الكثير من الحكام منذ القدم. ففي عصر الملك سنوسرت الثالث تم حفر قناة تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط عن طريق نهر النيل، وسميت بقناة سيزوستريس. والآن كي تتأكد من صحة المعلومات الواردة عن قناة السويس، فإنك سوف تبحث في مصادر المعلومات المختلفة الأولية والثانوية. ما المقصود بالمصدر الأولي؟ هو كل ما تم نقشه أو تدوينه سواء من قبل أشخاص عاصروا الحدث أو شاركوا فيه، ويرتبط بزمن وقوع الحدث، مثل الصور والمخاطبات والوثائق الرسمية والأفلام التسجيلية والنقوش على القطع الأثرية أو المعابد أو البرديات وكتابات المؤرخين القدماء، مثل نقش على لوحة الملك نارمر مينا أو افتتاح قناة السويس، وهذه صورة توضح بالتفاصيل. المصادر الثانوية أو المصدر الثانوي هو كل ما تم تدوينه بعد مرور زمن طويل منذ وقوع الحدث، وغالبا ما يستند إلى المصادر الأولية مثل الكتب والمقالات والموسوعات والأبحاث وغيرها. وتعد المصادر الأولية والثانوية مصادر لتوثيق المعلومات والأحداث، إلا أن المصادر الأولية تميز بأنها أكثر دقة ومعاصرة للأحداث، إما المصادر الثانوية تميز بأنها متوفرة ويسهل الحصول عليها على عكس المصادر الأولية. لاحظ المصدرين التاليين من قناة السويس واستكشف الفرق بينهما. المصدر الأول جزء من خطاب الرئيس محمد أنور السادات بالاحتفال بإعادة افتتاح قناة السويس في 5 يونيو 1975. بسم الله الرحمن الرحيم. سجل التاريخ الحديث أن قناة السويس أغلقت أكثر من مرة، آخرها في 5 يونيو 1967 نتيجة العدوان الإسرائيلي على أرض مصر وسلامتها، لكن بإذن الله وبتوفيق منه وأمام العالم أجمع فإن قناة السويس المصرية قد تم تطهيرها كاملة من العدوان الإسرائيلي بعد العبور المجيد في 6 أكتوبر 1973 ومعارك التحرير والغرامة، وأصبح طبيعا أن يكمل هذا الشريان المصري الحيوي، لكن بإذن الله وبتوفيق منه وأمام العالم أجمع فإن قناة السويس المصرية قد تم تطهيرها كاملة من العدوان الإسرائيلي بعد العبور المجيد في 6 أكتوبر 1973 ومعارك التحرير والكرامة، وأصبح طبيعيا أن يكمل هذا الشريان المصري الحيوي مسيرة العبور في سبيل سعادة الأسرة الإنسانية ورخائها، وأن يواصل رسالته العالمية في الربط بين أطراف العالم كلها وتعميق التبادل والتفاعل بين الأمم والشعوب. المصدر موقع ذاكرة مصر المعاصرة مكتبة الإسكندرية. المصدر الثاني أحد الكتب عن قناة السويس. إن حفر قناة السويس تم بمواصفات خاصة مراعاة للظروف الطبيعية للمنطقة، لقد كان حفرها يحتاج إلى عبقرية فنية رائعة. إن مصر بموقعها المتميز بين قارات العالم ازداد أهمية بحفر قناة السويس التي جعلت من مصر نقطة التقاء لكافة دوائر الاتصالات العالمية، فضلا على أن قناة السويس هي الشريان التجاري الأهم في العالم والذي يصل طرق التجارة بعضها ببعض. المصدر قناة السويس تاريخها ومشكلاتها أنجلو ساماروكو. لنستكشف من خلال قراءتك للمصدرين لتستكشف من خلال قراءتك المصدرين السابقين من قناة السويس، وضح أي من هذين المصدرين هو مصدر أولي، برر إجابتك، ثم استخدم شبكة الإنترنت في البحث عن معلومات عن قناة السويس مستعينا بمصادر المعلومات المختلفة. المصدر الأول هو مصدر ثانوي. رئيس السادات يتحدث عن قناة السويس في 5 يونيو 1975. المصدر الثاني قناة السويس وتاريخها ومشكلتها أنجلو ساماروكو أحد الكتب. عندما تبحث في مصادر المعلومات الأولية والثانوية لابد أن تميز بين الحقائق والآراء التي يتضمنها المصدر. فالحقائق هي معلومات أو أحداث
تم إثبات صحتها والتأكد من دقتها سواء من خلال البحث أو التجريب، وتتسم بالدقة والموضوعية، ونادرا ما تكون غير صحيحة. إما الآراء تعبير عما يشعر به أو يفكر فيه شخص ما تجاه موضوع معين، وقد تكون صحيحة أو خطأ، ذلك لا يجب التسرع في الأخذ بها إلا بعد التأكد منها. اقرأ المعلومات التالية ثم حدد إذا كانت كل جملة تعبر عن حقيقة أو رأي. مدينة الغردقة هي أجمل مدينة في مصر، ده رأي. بلغ عدد سكان الغردقة 190,592 وفق تعداد 2017، هذه حقيقة. الهرم الأكبر والمعلم الأثري السياحي الأهم في مصر، ده رأي. بلغ ارتفاع الهرم الأكبر وقت تشييده 147 متر، ده صحيح، ده حقيقة. هذه صورة رائعة لقناة السويس، هذا رأي. تبين الصورة عملية حفر قناة السويس، هذه حقيقة. اقرأ واختر. تريد أن تقوم ببحث عن حفر قناة السويس وافتتاحها للملاحة، وعليك أن تستخدم المصادر الأولية والثانوية. انظر إلى هذه قائمة هذه المصادر. مقالة في صحيفة صادرة سنة 17 نوفمبر، أي منها أولي وأي منها ثانوي؟ مقالة في صحيفة صادرة في 17 نوفمبر عام 1869، ده مصدر أولي لأنه كان عاصر هذه المرحلة من حفر. رسالة كتبها المهندس المسؤول عن مشروع حفر قناة السويس، مصدر أولي. مقالة في موسوعة حول تاريخ القناة، مصدر ثانوي. مخطط أولي أصل لتصميم القناة، هذا مصدر أولي. فيلم تسجيل وثائقي أثناء الحفر، مصدر أولي. أحد المؤلفات عن حفر قناة السويس عام 2000، هذا مصدر ثانوي. صورة مرسومة لقناة السويس حاليا، مصدر ثانوي. كيفية تقييم مصادر المعلومات. عندما تقرأ نصا لابد أن تتحرى الدقة للحكم على مدى صحة المعلومات الواردة فيه، وذلك من خلال معرفة من كتبه، من المؤلف وتخصصه ومكانته العلمية، هل المؤلف شارك في الحدث أو عاصر وقت حدوثه، وما هدفه من النص، هل هدفه تزويدك بمعلومات أو محاولة إقناعك بفكرة ما. ويساعدك ذلك على أن تميز ما بين الحقائق والآراء التي يتضمنها النص. يبقى المؤلف وتخصصه ومكانته العلمية، والمؤلف هل عاصر أو شارك في أحداث هذا الحدث، وما هدفه، هل هدفه تزويدنا بالمعلومات أو إقناعنا بفكرة معينة. عليك أن تقارن المعلومات الواردة في المصدر بمصادر أخرى تؤكد صحة هذه المعلومات، واحرص أيضا على عدم نقل أي معلومة دون أن تتأكد من صحتها. موقع مصر بالنسبة للعالم